موضوع التخدير ده فعلا من الحاجات اللطيفة قوي، وحكايته طويلة. المريض لما بيجي لي العيادة دايما بيقول لي ايه، دكتور بص انا مطمن لك جدا وعارف انك جراح شاطر، بس انا خايف من التخدير. وهضحكك، الناس ساعات بتبقى خايفة من التخدير مش بس المفارقات او الحاجات اللي ممكن تحصل له بسبب التخدير، لا ساعات بيبقى خايف كمان منه يخرف او يقول اسرار. بجد هو يخرف يقول اسرار في فترة الافاقة. سواء ده او ده، هو should be considered، نقطة تتحط في الاعتبار فعلا، انه التخدير ده جزء مهم قوي. انا لما بدأت افكر في السيستم بتاعي او في المنظومة بتاعتي، قعدت مع ستاف التخدير اتكلمت معاهم. احنا 50-50% من نجاح العملية. انا 50% ان انا اعمل عملية حلوة جدا، وانت كدكتور تخدير 50% ان انت تنيم المريض ده كويس. كويس دي يعني انت عايز تنيم المريض سيف، تحضره مظبوط، تنيمه بطريقه كويسه، بتستخدم نوع التخدير او البنج المناسب ليه جوه العمليات، تقومه نفسه كويس وما عندوش الم وما عندوش مشاكل بعد العمليه. لا دي نقطه مش سهله، دي نقطه يعني لازم تتعمل مظبوط ويبقى لها سيستم ومنظومه كامله عشان تعملها. الناس بتفتكر ان البطل الحقيقي هو الجراح، الحقيقه البطل الحقيقي هو المنظومه كامله اللي فيها الجراح وفيها السيستم كله وفيها دكتور التخدير. بالعكس، دكتور التخدير يعتبر من اهم العناصر في نجاح المنظومه دي.